عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ أكلة سما من أكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والنهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض طبقين مختلفين فيهم كمية قيمة غذائية عالية جدا وفوائد حلوة قوي للأطفال وللكبار كمان. هنعمل بطاطس بالمايونيز ونعمل كمان بيض مقلي بالجبنة الرومي واللانشون. يلا نبدأ في مكونات وصفتنا ونشوف أطباقنا هتبدأ بإيه. اول حاجه عندنا بطاطس بالمايونيز. عندي بطاطس مسلوقه سلقتها في شويه ملح. بعد كده هجيب بقى نص معلقه توم باودر ونص معلقه بابريكا، معلقه صغيره، نص معلقه صغيره كاري، ونص معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره كمون. بعد كده يا حبايبي بعد ما حطيت البهارات هنزل بقى اجيب الهراسه واهرس البطاطس بتاعتنا كده عشان اخليها بطاطس ناعمه خالص. هفضل اهرس فيها لحد ما تبقى كلها ناعمه. بعد ما هرست البطاطس بالشكل ده يا حبايبي كده هجيب بقى المايونيز. 3 معالق مايونيز كبار او على حسب كميه البطاطس اللي حضرتك هتعمليها. بتكتري المايونيز على حسب البطاطس، يعني دول 3 بطاطسات صغيرين. وهقلبهم مع بعض كويس عشان يختلط مع البطاطس بالبهارات. بعد ما خلطت المايونيز بالبطاطس كده هنزل بقى عندي كزبره وشبت واخلطهم مع بعض كويس. بعد ما خلطت كده يا حبايبي الخضره هنزل بقى بمعلقتين زيت كده واخلطهم كويس تاني. ادوبهم كلهم مع بعض كده اخلطهم كويس. وبكده نكون خلصنا طبق البطاطس بالمايونيز. خلص معانا. نغرفه بقى بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، حاجه طعمها تحفه جدا بصراحه، وفيها كميه غذائيه عاليه جدا للاطفال، حلوه جدا. تنفع للفطار وتنفع للعشاء وتنفع كمان في سندوتشات. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا طبق البطاطس بالمايونيز. يا حبايبي نيجي لطبق البيض باللانشون والجبنه الرومي والزيتون. انا عندي هنا 6 بيضات، او اللي انت عايزه تزودي او تقللي براحتك. عليهم نص معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسمر، اخفقهم جامد بالشكل ده كده. اللهم صل وزد وبارك. بسم الله ما شاء الله كده. بعد ما خفقتهم جامد كده يا حبايبي هنزل بقى باللانشون والجبنه والزيتون المخلي كده واقلبهم كويس مع بعض. بعد ما نزلت كل المكونات بتاعتنا يا حبايبي انا عندي شبت وكزبره برضو حبه صغيرين كده هننزل عليهم ونقلبهم كويس مع بعض. بسم الله ما شاء الله. بصراحه يعني الطبق ده حلو جدا جدا للاطفال وفي السندوتشات كمان للمدرسه او اي مكان، حلو خالص. بعد ما خلطت كل حاجه يا حبايبي كده، الطاسه بقى على نار فيها معلقه سمنه بلدي، وبعد كده هنزل بالخليط بتاعنا. وده يا حبايبي بعد ما نزلت البيض بتاعنا من على النار، شايفين بسم الله ما شاء الله، والجبنه الرومي بتبدا تسيح في كل حاجه ما شاء الله. ننزل بقى في الطبق بتاعنا كده. اللهم صل وزد وبارك. شايفين ما شاء الله. وده يا حبايبي كان طبق البيض بالجبنه الرومي واللانشون والزيتون. طبق بصراحه بسم الله ما شاء الله تحفه جدا، جربوه هيعجبكم باذن الله. ودول يا حبايبي كانت طبقنا النهارده بطاطس بالمايونيز وبيض بالجبنه الرومي واللانشون. يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. كل يوم في وصفه جديده من مطبخ اكل السما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.